المخبوزات المحببة عندنا كلنا. تعالوا نعمل فطيرة الضفاير بطريقة سهلة ولذيذة، وكمان الطعم حكاية. تعالوا مع بعض نعملها النهاردة. أول حاجة هنختبر الخميرة عشان نشوفها هتبقى نشيطة ولا لأ. هنحط معلقة كبيرة خميرة، عليها معلقة كبيرة سكر وشوية مية فترة، ونسيبهم كده ونشوف هترفع ولا لأ قبل ما احطها أو أضيف لها أي مكونات. في بولة كبيرة هنبتدي نضيف 4 كوبايات من الدقيق، وطبعا الكوباية هي اللي بستخدمها في جميع المكونات. هحط 4 كوبايات دقيق واضيف عليهم ذرة ملح. يفضل في المخبوزات او المعجنات ان الدقيق يكون نوع كويس او دقيق مخصص للمخبوزات. ضفت عليه رشة ملح وكمان 3 معالق كبار سكر. هبتدي اضيف هنا بيضاية، وكمان هحط عليها رشة فانيليا على ما الخميرة تبتدي ترفع معايا. كمان 4 كوبايات دول هحتاج ليهم كوباية لبن يكون بحرارة الغرفة، وهنبتدي نقلب كل المكونات كويس على ما الخميرة تبتدي تنشط شوية معايا. وهنا الخميرة حسيت انها ابتدت تنشط وابتدت ترفع، يبقى هي كده كويسة قوي. هبتدي اضيفها بقى للعجينة وباقي المكونات واعجنهم كويس قوي. نص نجاح العجينة او المخبوزات بتاعتك في العجن، فحاولي تعجني كويس، ولو عندك عجان ده هيوفر عليكي كتير لحد ما تحسي العجينة بقت ملمسها حلو. ما تيأسيش من الاول وتقولي لا دي محتاجة شوية لبن، دي محتاجة مية، طب هحط زيت. لا، هي لما بتتعجن كويس بتحسي ان هي المكونات كلها اختلطت ولمت معاكي من غير اي اضافات، وده اللي حصل معايا. انا ولا ضفت زيت ولا اي حاجة، هي المكونات اللي انا قلتلكوا عليها، وفي الاخر لمت وبقت بالشكل اللي انتوا شايفين. العجينة لمت معايا شوية كده والدقيق كله اختفى. هبتدي اضيف 3 معالق كبار زبدة بحرارة الغرفة برضو. هبتدي ادهن بيهم كده العجينة. هتلاقوها بعد ما حطينا الزبدة ابتدت تلم كده ويبقى ملمسها انعم. طيب لو ما عندكيش زبدة ممكن تضيفي ربع لتلت كوباية زيت. شايفين شكل العجينة عاملة ازاي؟ انا ما ضفتش حاجة غير الزبدة، ما حطيتش زيت ولا اي حاجة. هي نوعها ان هي بتلزق شوية، بس اللي هو تقدري تشكليها معاكي، فانا مش عايزاها تتكتم وافضل اضيف دقيق. لازم تعجيني الاول كويس قوي عشان تقدري تعرفي هي محتاجة حاجة تانية ولا بس كده خلاص. هبتدي بقى اغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي، عشان احنا عارفين ان احنا في الشتاء فلازم تسيبوها تخمر في مكان دافي شوية. وهنغطيها كمان عشان وهنا ده شكلها بعد ما خمرت وارتفعت. هنبتدي بقى نشكلها ونبتدي نشتغل فيها، وازاي نعمل الضفيرة اللي هي دايما بنلاقيها في الافران، فطيرة الضفاير كده. انتي حابة بقى تحشيها، ممكن تحشيها جبن وزيتون، ممكن تحشيها اي حاجة. حابة ان انتي تعمليها سادة، واثناء الاكل بقى ممكن تاكليها مع جبنة، تاكليها بالسكر، تاكليها مع عسل، براحتك خالص.
هنقسمها كده لكور صغيرة، كل كورة هنبتدي نفردها زي العصاية او الصباع بس تخين شوية عشان انا مش عايزاها رفيعة. الضفيرة الواحدة هتحتاج 3 صوابع كده من العجينة، نفردهم قد بعض وطول بعض بالتقريب يعني مش لازم بالظبط، ونبتدي نفردها العجينة زي العصاية كده او زي الصباع، ونحط 3 جنب بعض نجهزهم يكونوا تقريبا بالتقريب قد بعض. وبعدين هنبتدي نعمل الضفيرة، هنلزقهم الأول من فوق كده مع بعض، وبعدين نبتدي نعمل الضفيرة اللي هو نجيب كل عصاية أو صباع كده عكس التاني لحد ما تخلص خالص، أكنك بالظبط بتعملي ضفيرة للبن. طبعا لو لقيتي حتة من فوق مش مظبوطة ممكن تقطعيها كده بالسكينة او قطاعة لحد ما شكل الضفيرة يبقى مظبوط معاكي، وتجيبي طاسة لو ما بتلزقش نحط فيها العجينة على طول، او عايزة تضيفي عليها ورق زبدة او تدهنيها ممكن برضو، وننقل فيها الضفيرة بتاعتنا ونسيبها تخمر او نغطيها. هعمل معاكم واحدة تاني عشان برضو تبقوا شايفين هي بتتعمل ازاي. هنا برضو هعمل 3 صوابع بتوع العجين، وهنبتدي نحطهم جنب بعض نبتدي نشكل شكل الضفيرة. هنبتدي نلزق ال3 صوابع برضو كده من فوق، ونبتدي ناخد كل صباع نحطه تحت الصباع اللي في النص علشان تعمل او تشكل معايا شكل الضفيرة، او على حسب ما انتي بتقدري تعرفي تعملي الضفيرة اعمليها. وهناخد برضو لو في حتة في الاخر مش مظبوطة هقطعها بالسكينة عشان تتظبط. وطبعا اي عجين او حاجة لازم نسيبه يخمر قبل ما ندخله الفرن عشان يستوي. ودي الكمية كلها اللي كانت عندي عملت الحجم ده. عايزين تصغروا براحتكم، عايزين تكبروا براحتكم. الحجم ده عملته من 4 كوبايات دقيق، عملوا لي كل اللي انتوا شايفينه ده. بجد المخبوزات في البيت ريحة حلوة وطعم وخير، وخاصة في الشتاء ده بتبقى حلوة قوي. اول حاجة كده خمرت عندي، هبتدي بقى ادهن الوش عشان يديني اللمعة الحلوة. هندهنه طبعا، حطيت صفار بيضة عليها شوية لبن وعليهم كيس فانيليا. الناس اللي بتتضايق من طعم البيض على المخبوزات او ريحته ممكن تستعملي نوع بيض بلدي مثلا او نوع كويس. ممكن كمان تحطي رشة فانيليا معاها رشة نسكافيه او اللي هو قهوة سريعة الذوبان، هتغير معاكي، مش هتحسي بريحة الزفارة خالص ولا ان هي مضايقاكي.
انا بالنسبه لي صراحه بتبقى خطوه حلوه قوي بتاعه البيض دي، لانها بتدي المخبوزات لون ولمعه كده خطيره، هتشوفوها لما نخرجها من الفرن، غير لما ما تضيفيش حاجه خالص بتحسي ان المخبوزات بهتانه كده. فبالعكس انتي لو مستعمله نوع بيض انتي عارفاه او نضيف او كده، مش هيبقى ليه ريحه زفاره ولا اي حاجه. وده كده شكل مخبوزات او فطاير او الضفاير بتاعتنا النهاردة. فطيرة الضفيرة كده سهلة ولذيذة، والكلبازة بتاعتها دي بتخليها طرية وهشة من جوه، مش رفيعة فتنشف معاكي. بجد طعمها وريحتها حلوة قوي. وبصوا طرية او ازاي معايا، انا لسه مخرجاها من الفرن، ومن تحت بصوا درجة السوى الغمقان ده اللي هو مطرح البيض اللي وقع مننا. بجد حلوة قوي. اهم حاجة بقى في المخبوزات، اول ما تطلع من الفرن حاولي تغطيها عشان تفضل طرية معاكي ما تنشفش. بصوا قوامها عامل ازاي ما شاء الله، كمان عشان زي ما قلت لكم متختخة كده شوية، فهتلاقوها طرية وهشة معاكم. عايزين تحشوها عايزين تاكلوها كده سادة زي ما تحبوا. هنغطيها بقى وبعدين هنقدمها في اي طبق، وبألف هنا وشفا عليكم. وهفتحها لكم كمان من جوه بس تبرد معايا شوية. ودي كانت فطاير الضفاير بتاعتنا او فطاير باللبن زي ما عايزين تسموها. بجد هشة وطرية وقطنية وطعمها كده جميل، وفي البيت بتبقى زي ما قلتلكوا خير كده مع كوباية شاي بلبن الصبح، بالليل كده مع كوباية شاي سادة. ممتعة جدا، ممكن تاكليها مع جبن. طعمها حلو ولذيذة وفي نفس الوقت اقتصادية. لو عجبكم الفيديو بتاعي النهاردة وعجبتكم وصفة فطيرة الضفيرة بتاعة الأفران، ياريت تعملوا لايك وكومنت واشتراك وتفعلوا الجرس، هتوصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. بحبكم وهتوحشوني، وسلام عليكم.